السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في موضوع شاغل بالنا كلنا، الوقت. عمرك سألت نفسك وانت قاعد بتلف في المواقع اللي بتسرق العمر بقالك ساعات، هو ازاي الأئمة بتوع زمان كتبوا آلاف المجلدات؟ يعني ازاي واحد زي الإمام الطبري يكتب تفسير وتاريخ يملوا أوضة كاملة، ولا الإمام النووي اللي مات وهو عنده 45 سنة بس وساب لنا علم يخليك تحلف انه عاش 200 سنة؟ الناس دي لا كان عندها منبهات بترن ولا برامج تنظيم مهام. السر يا جماعة مش في عدد الساعات، السر في نظام لإدارة المجهود والبركة موجود عندنا من 1400 سنة، بس احنا اللي ركناه على الرف. النهاردة هنفك شفرة الإنتاجية عند السلف، وازاي السيستم الإسلامي ده ممكن يخلي يومك فيه بركة، وهنكتشف السر ونتعرف على الطريقة الإسلامية في إدارة الوقت أو الجدول الإسلامي. ليه هو الطريقة المثالية، وازاي هيسهل علينا إدارة وقتنا، وازاي نطبقه على يومنا بأسهل ما يمكن. وهنا بنوصل لأكبر غلطة بتعطلنا عن التطبيق، فكرة الجدول المثالي. احنا بنحط الجدول بالساعات من الساعة 5 ل 12 مذاكرة مثلا، وبنفتكر ان ده قمة الشطارة. الحقيقة انك لو عملت كده فعلا فانت حرقت كل طاقتك بدري جدا، وجيت على نص اليوم وبقيت عبارة عن بطارية فاضية. المشكلة مش انك كسلان، المشكلة ان ادارة الوقت لوحدها ما بتنفعش من غير ادارة الطاقة. انت ممكن يكون عندك وقت ساعتين فاضيين بس ما عندكش طاقة، جسمك مهدود وعقلك مشوش، فبتضيع الساعتين دول قدام الشاشات غصب عنك. السر في محطات الشحن. النظام الإسلامي اللي كان السلف ماشيين عليه ده نظام مش بيتقاس بالساعات، لكنه بيتقاس بالصلاة. الصلاة في النظام ده مش مجرد عبادة، دي كمان نظام حياة متكامل، هي اللي بتقسم يومك، تعمل إعادة شحن لطاقتك الروحية وقوة إرادتك وحتى طاقتك الجسمانية. ازاي الكلام ده بيحصل؟ يلا بينا نتعرف عليه، وايه الاختلاف فيه عن الجدول العادي. الصلاة هنا مش مجرد فرض، دي شاحن لبطاريتك الروحية والجسمانية. التكنيك الصح، بدل ما تذاكر 7 ساعات متواصلة وتفصل لباقي اليوم، النظام ده بيقولك ابدأ بمهمة صعبة بعد الفجر، وقت البركة. أول حاجة صلاة الفجر هي الوحدة الأولى بتاعتنا. هنصحى قبل صلاة الفجر بمدة كافية للاستعداد للصلاة. مش مهم الساعة كام، لأن صلاة الفجر زي ما احنا عارفين بيختلف وقتها من يوم للتاني أو من موسم للتاني على مدار السنة. أهم حاجة هنا إن بمجرد ما تسمع صوت المنبه ما تديش فرصة لعقلك يفكر هيصحى ولا يكسل، تخرج من السرير فورا، ودي نقطة مهمة جدا. وطبعا عشان تقوم من النوم وتكون نشيط فلازم تكون على الأقل واخد 3 دورات أو 4 دورات نوم، اللي هي الدورة الواحدة بتكون 90 دقيقة. وعشان تاخد الكم ده من النوم فلازم تكون نايم بدري، وده اللي هيحصل لما تلتزم بالنوم طبقا لنهاية الجدول ده إن شاء الله اللي هنعرفه بعد كده. طيب صحيت من النوم، أول حاجة محتاجها إنك تختار حاجة من الاتنين، يا شوية تمارين خفيفة تنشط الجسم وتخليه يخرج من حالة النوم، يا دش بارد، ولو الاتنين مع بعض يكون أفضل. نوصل لصلاة الفجر. هنا الموضوع مش مجرد بداية وخلاص، دي واقفة على باب ملك الملوك. اطلب من ربنا يعينك على كل اللي ناوي تعمله في اليوم ده، وانت على يقين ان بغير حول الله وقوته ليس لك لا حول ولا قوة على فعل اي شيء. صلي الفجر وتوكل على الله، واشحن روحك بالطاقة والحماس في الصلاة، واستعن بالله عشان بعد كده تبدأ بأصعب مهمة في يومك، المهمة اللي محتاجة منك أكبر مجهود، واللي بإنجازها هتزود ثقتك في نفسك وإحساسك بالإنجاز. ممكن تكون شغل، ممكن تكون دراسة، ممكن تكون مذاكرة، ممكن تكون تعلم لغة جديدة. المهم إنك تبدأ بأصعب مهمة في يومك. وطبقا لكل الدراسات العلمية الوقت ده بيكون فيه سحر من نوع خاص، والزيادة في معدلات النشاط البدني والذهني بشكل كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. خد بالك، مفهوم البركة مش زيادة الوقت، لكن زيادة المنتوج من نفس الوقت. وعشان كده قبل ما تبدأ أي مهمة قول دعاء بسيط جدا زي اللهم بارك لي في وقتي وجهدي. وهنشتغل المهمة الصعبة دي، ولتكن المذاكرة مثلا لحد الظهر. لا طبعا، انت لو عملت كده بدون فاصل أو إعادة شحن هتخلص كل طاقتك. الطاقة عندك زي بطارية الموبايل بتقل بالاستهلاك لكن ممكن تتشحن. الذكاء بقى هنا انك تشحن بطاريتك قبل ما يوصل مستوى الطاقة للصفر، لانك لو فصلت يبقى خلاص باقي اليوم ضاع مننا. عشان كده احنا مش هنستمر على المهمة الصعبة دي كل المدة دي، احنا هنستمر عليها فقط لحد صلاة الضحى. ولما نوصل لصلاة الضحى مستويات الطاقة هتكون قلت مننا، نرجع للصلاة. بس خلي بالك، صلاة خاشعة اللي بتفكرك ان الله قادر على كل شيء، وانك تكون مطمئن وانت متوكل على الله عز وجل، وتفكرك ان انت مش مطلوب منك الا السعي، مش مطلوب منك النتيجة، لانها بيد الله عز وجل. الصلاة اللي هتخليك ماشي بمبدأ كلا ان معي يا ربي سيهدين. هتبذل مجهود وانت سعيد وفي قمة الحماس، وانت عارف ان مجهودك ده مش هيضيع ومعاك الله عز وجل. الصلاة لو بقت بالشكل ده هتشحنك باليقين والثقة والحماس، وكمان هتفك عضلات جسمك، لان حركات الصلاة في حد ذاتها هي من اعظم التمارين. السجود مفيد جدا لان الوضعية دي بتخلي الجسم يضخ كمية دم اكبر للمخ، وبالتالي يستعيد نشاطه مرة تانية. ده غير فوائد كتيرة على باقي
عضلات الجسم. الفترة دي هتبقى زي فترة استرخاء وهدوء بعد مجهود كبير، تخليك ترجع للشغل وانت طاقتك في مستوى اعلى مما كنت عليه. طبعا عشان ناخد كل الفوائد دي من الصلاة ما ينفعش تكون الصلاة بتاعتنا سريعة او مش خاشعة. كلامنا هنا بيكون على الصلاة الخاشعة اللي بتملاك بالطاقة الروحية واللي فيها اتصال مباشر فعلا مع الله عز وجل. على فكرة الوصول للخشوع في الصلاة مش سهل، وعلشان كده ان شاء الله هعمل فيديو عن اسرار الخشوع والراحة النفسية في الصلاة وازاي ده بيرفع مستويات طاقتك بشكل مختلف تماما. عشان كده كل فترة ساعة او ساعة ونص شغل المهم تاخد 5 دقايق راحة، تمرين، تأمل، اعمل مشروب واشربه. المهم ان الدقايق دي تكون خالية من الموبايل. طيب صلينا الضحى واستعدنا الطاقة بتاعتنا، ممكن تكون المهمة الأصعب بتاعتنا خلصت أو ممكن لسه. على افتراض إنها خلصت هتبدأ في المهمة التانية اللي برضو صعوبتها كبيرة، وعلى افتراض إنها ما خلصتش فهتكمل فيها لحد ما نوصل لصلاة الظهر. ده بقى وقت الراحة الكبير في وسط اليوم لاستعادة شحن البطارية بالكامل بالشحنة الروحية. صلاة الظهر هنشكر الله عز وجل على التوفيق فيما مضى من اليوم ونفتكر إن الله عز وجل هو المعين وهو معاك. الصلاة في الوقت ده هترجعك لفكرة الهدوء النفسي. توكل على الله وافتكر ان ربك هو القادر على كل شيء. طيب صلينا صلاة الظهر، المفروض ان مستويات الطاقة عندك اتحسنت نفسيا، لكن الطاقة الجسمانية هي كمان محتاجة راحة. انت تقريبا كده بقالك حوالي 7 ساعات شغل. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الظهر وياخد قيلولة صغيرة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. صلاة الظهر هتشحنك روحيا ونفسيا، والقيلولة ترجع لك طاقة جسمك مرة تانية، وهتلاقي نفسك بتبدأ النص التاني من اليوم وكأنك استعدت كامل طاقتك وبتبدأ يوم جديد. هنا بقى ممكن تنتقل للمهمة الثالثة أو الأقل صعوبة لحد ما توصل لصلاة العصر. وبعد ما أخدنا هدنة واستعدنا بعد من طاقتنا النفسية والروحية نرجع بقى لبعض الأعمال الخفيفة، قراءة، تأمل، أو أعمال يدوية أو تنظيف بيت أو حفظ قرآن. كان بعض السلف الصالح بيخصص الوقت ده لزيارة الأقارب أو السؤال على الأرحام أو زيارة مريض أو قراءة القرآن والذكر. نظم يومك على حسب شغلك، على حسب المهام اللي وراك، على حسب احتياجاتك. بعد صلاة المغرب ده بقى وقت الهدوء، ممكن تستغله للتأمل، تفكير، سماع درس أو بودكاست، أو تخطط لليوم اللي بعده. كده إن شاء الله الفترة ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء هي فترة قصيرة نسبيا، فمش هنلحق نعمل فيها حاجات كتير، ومحتاجين نكون فيها هاديين لأننا بنستعد ندخل في مرحلة النوم واللي هندخلها إن شاء الله بعد صلاة العشاء. بيجي بقى وقت الراحة والنوم بدري، وبيساعدك تصحى بدري وتستعد لصلاة الفجر بكل نشاط وحيوية. لكن قبل ما تنام ما تنساش تكتب 3 حاجات كويسة عملتها في يومك، ده بيساعدك على شكر ربنا وتهيئة نفسك ليوم جديد أحسن بكتير. طبعا احنا هنا بنتكلم في العموم، أكيد مفيش يوم هيمشي بالشكل المثالي، وحتى لو كان عملي لمدة يوم فأكيد مش هيبقى كل يوم. لكن اللي احنا بنقوله ده هو مجرد نموذج استرشادي فقط لنظام إدارة وقت مميز جدا، لكن نظامك الخاص لازم تعمله بنفسك بعد ما أخدت بالك من كل النقاط اللي احنا قلناها قبل كده. تبدأ تكتب انت نظامك الخاص، هات ورقة فاضية وقلم واكتب فيها كل الصلوات ال5، وابدأ وزع المهام بتاعتك حوالين مواعيد الصلاة بنفس الطريقة. حدد المهام اللي بتحتاج مجهود كبير وخليها في وقت الطاقة العالية بعد صلاة الفجر تحديدا بعد القيلولة. أما المهام الأقل صعوبة فممكن تخليها مثلا بعد صلاة الضحى، بعد صلاة العصر، وبالطريقة دي كمل مع باقي الصلوات. بس قبل ما اختم الفيديو خليني اقول لكم حقيقة بسيطة. العلم الحديث بيأكد ان مخ الانسان بيشتغل بكفاءة اعلى لما يكون عنده محطات ثابتة ينظم بيها يومه. وسبحان الله الصلوات ال5 مش بس عبادة، ده نظام متكامل بيرتب يومك من غير ما تحس. كل صلاة كأنها إشارة هادية بتقول لعقلك ابدأ واهدى وركز من جديد. وصلاة الفجر تحديدا مش مجرد بداية روحانية، دي إعادة ضبط حقيقية ليومك كله، وده مع الوقت بيخليك أهدى وأصفى وأقوى. يمكن في البداية تحس بصعوبة وده طبيعي، أي تغيير بيحتاج صبر، لكن مع الأيام هتتفاجئ إن طاقتك بقت مختلفة، ذهنك أنقى وقلبك أهدى. والأجمل من كل ده إن النظام ده مش قايم على الكمال لكن قايم على الرحمة. لو قصرت في لحظة في فرصة تانية جاية، لو يومك اتلخبط في صلاة بعدها ترجعك من تاني. الصلاة مش بس بتنظم وقتك، الصلاة بتعلمك ترجع لنفسك، ترجع لربنا، وترجع لهدوءك من وسط زحمة الحياة. وفي عالم مليان ضغط وتشتت 5 دقايق اللي بتقف فيهم بين ايدين ربنا ممكن يغيروا يومك كله ويمكن حياتك كلها. جرب بس تجربة بسيطة، هات ورقة واكتب فيها اوقات الصلاة ال5 وحط جنب كل صلاة اهم مهمة في وقتها، وبعد اسبوع واحد بس ارجع واسأل نفسك انا بقيت مين. هتكتشف انك مش بس بقيت اكثر انجازا لكن بقيت اهدى ومطمئن. ولو في حاجة واحدة عايزاكم تخرجوا بيها من الفيديو ده فهي ان حياتكم مش محتاجة تبقى مثالية، هي محتاجة تبقى مربوطة بربنا. واشوفكم في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة